مش عارف، انا مش عارف اقول ايه ولا ايه والله. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا عمري ما حبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا اخواتنا في فلسطين، ربنا معاهم، ربنا يكون معاهم، اللهم كن معاهم ولا تكن عليهم. 1 2 3 4 5. الواحد ربك هو الواحد، 2 يا الحسن يا الحسين، 3 بالله العظيم ما جاينا تاني، 4 صحبتنا حلوة مربعة، 5 عدد صوابع الكف. اتأخرت شويه انا عارف. من وجهه نظري في الاتنين، انا كراجل اهلاوي مبسوط. الراجل بيعمل شغل كويس، باين ده في الملعب، باين شغل والاجتهاد بتاع الراجل ده باين جوه الملعب. بقالي كتير قوي ما شفتش مروان عطيه بيلعب بالاسلوب ده. مفيش كوره في نص الملعب هو ما بيقطعهاش، الكوره بتتقطع من بعد ما تخرج من ال 18 من عند حرس الحدود. انا بقالي كتير ما كنتش بشوف الكلام ده. التشكيله الامثل بنشوف فيها عوده لنجوم كبار، كانش ليهم اي استفاده في الوقت بتاع مارسيل كولر. عمرو السولية احنا بنشوفه بيلعب النهارده اهو، وقادر ان هو يلعب وقادر ان هو يدي في الملعب في ضغط عالي. اتمنى من كابتن عماد النحاسي يقدم لنا نفس المستوى ده في كل الماتشات. الصراحه شفنا علي معلول وبيرفع عرضيات وبيعمل حاجات الواحد بقاله كتير ما شافهاش. انا ما اعرفش هو كان قاعد ليه بره. بجد الخير جاي، قادر يدي ماتش كله. علي معلول قادر ان هو يصنع فارق. شفنا امام قدم كل حاجه في الكوره، وبرضه هي ما عندها ومش جايه معاه. في الدقيقه حاجه و70 يحط اسيست لحسين الشحات. امام عاشور هو احسن لاعب في مصر حاليا. امام عاشور بيعمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه ما شاء الله عليه. شفنا طاهر اشتغل على نفسه قوي وفرض نفسه على خطه النادي الاهلي بعد ما كان طالع للبيك واتصاب، جايب جون وعامل اسيست الماتش ده. لسه اون تايم يا عم وسام، عارف ان انت بعد الكاس العالم ممكن ما تبقاش موجود. شفنا بن شرقي لسه ما مسكش فورمه، مش ده بن شرقي اللي احنا عارفينه، ولكن ان شاء الله مع وجوده اساسي الفتره اللي جايه ان شاء الله نلاقي منه مستوى تاني. عودة الملك، عودة علي معلول. علي معلول ظهر بأداء كويس، مش قادر ان هو ينزل يلعب ماتش كامل، ولكن هو قادر ان هو يديك من ساعه ما ينزل لحد ما الماتش يخلص. كابتن من كباتن النادي الاهلي، اللي يحب علي معلول احنا نحبه، وفرحانين وسعيدين بوجودك واحنا معاك وفي ظهرك. محمد هاني جون حلو بقاله حبه ماشي كويس. اتمنى من محمد هاني ان هو يفضل يعمل كده، مش هنقول عليك الناشئ. رامي ربيعه الحمد لله ان احنا ما دخلش فينا جوان. بيقول لك جاد قبل الماتش ده عليه حسين الشحات. يا جاد تعالى 2 فروت بيك. نيجي الماتش المصري، خلينا نتكلم مع بعض من الاول كده ونقول ان احنا عندنا مشكله في خط الدفاع. كل صراحه رامي ربيعه انت ايه؟ طيب ماسك علينا زله، ربنا يشفيك يا رب. يلا ان شاء الله ما تبقاش معانا تاني. زهقت من الكلام عليك عامه. عملت الكوره دي 3 4 مرات يا جدعان، مش طبيعي بنفس الاسلوب لحد ما يخش فينا جون. بدات من الثانيه 40 من الدقيقه الاولى، بس الكوره اتلعبت من نفس الحته. كابتن رامي انت ما مسكتش المان بتاعك وقفت تتفرج. كابتن ياسر انت ما مسكتش المان بتاعك وقفت تتفرج عليها. ما تعبنا بجد، تعبنا، اتخنقنا. تنفذ عليك 3 مرات بنفس الطريقه. عندنا كارثه في خط الدفاع. غياب اشرف داري بتلاقي فيه مشكله. انا مش فاهم هو بجد محمد عبد المنعم كان عامل منكم مدافعين طيب ولا ايه؟ طيب اللي كان عامل منكم مدافعين هو اللي كان منجمكم، عشان هو اللي كان الخرا ده كله. بعدم وجوده احنا ابتدينا نشوف الغلطات دي. طيب ما ده سؤال انا لازم اساله. الله ان شاء الله كابتن رامي ربيعه ما يجددش معانا ان شاء الله. يعني المفاوضات تتقفل معاه بدري. تعبت منك. زي ما قلت لك قبل كده، انت عندك لاج في مشاكل. انت ما فوقتش غير في الدقيقه حاجه و80. الكره بتاعت كريم بامبو اللي اتشط عليك، الكره الثانيه اللي دخلت جوه ال 18 وبتاع وانت صديتها، والجون بتاع عروج اللي ما اعرفش يعني. طب انت ايه؟ طيب يعني انت كويس ولا وحش ولا انا مش فاهم لك حاجه؟ ايه الحاجات الحلوه بقى في الماتش؟ عشان اسامه ابو علي النجم بتاعنا، النجم اللي موجود دايما عايز يجيب جون، بيقول لك انا موجود. طبعا لولا الاصابات الموسم ده كان زمانه هو دلوقتي راكب فورمه اعلى بكتير. امام عاشور احسن لاعب في الدوري المصري وهداف الدوري المصري حاليا. طاهر محمد طاهر مش طبيعي بجد. انا مبسوط لك. الدنيا جت عليك في لحظه كلها تريح في بيتها. انا اروح اشتغل على نفسي واتمرن على نفسي واعمل معسكر لوحدي واشتغل عليه لوحدي وبتاع واطور من ادائي. انت راجع لنا بفورمه الله اكبر ما شاء الله. بتعمل كل اللي عليك وزياده. انت بقيت مركز وصاحي طول الوقت. خلينا نتكلم عن الزمالك. الماتش كان غريب فشخ. الماتش كان غريب لدرجه ان الناس فرمانسي جاب جون وهو السبب في ضربه جزاء. يعني ملهاش اي لازمه. في تفكك في الفرقه كبير، في اخطاء كتير الفتره اللي فاتت ظاهره ناحيه الاداره واللعيبه والمشاكل اللي عندهم، ومشاكل ايقاف القيد اللي بقت تقريبا ايقاف القيد ده بقى 2 و4. المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، فما بالك باللي ليها 4.
ان انت دلوقتي انت المتصدر الدوري كالنادي الاهلي. القرارات اللي طلعت بان النادي الاهلي مش هتخصم له 3 نقط في نهايه الموسم، بيراميدز اللي خسر من فاركو 3-2. انت لازم تكسب البطوله دي باي شكل. الظروف كلها بتهيألك الزمالك بيتعادل يبعد عنك وعن المنافسه، وبيراميدز بيخسر. دوس يا اهلي دوس. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعم القناه على اليوتيوب. في الحلقات الجايه لسه الدوري ما خلصش ان شاء الله، لسه ان شاء الله الدوري اهلاوي. وشكرا. السلام عليكم.